السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء كل حاجة حلوة. مساءكم معطر بذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا طالعة بقى كده بعش الطيور يعني قبل المغرب كده يا جماعة. قبل المغرب بطلع كده يعني إيه. طبعا انا بقوم الصبح بدري قوي زي ما انتم عارفين، بقوم الصبح بدري او بعد الفجر باكلهم، وباجي على الضحى اكلهم، وبعد الظهر اكلهم، وسبحان الله يا رب مش باين عليهم اكل. طبعا باجي مثلا قبل المغرب كده بحط لهم الاكل واكلهم وارجع بقى احبسهم جوه الاوضه عشان الجو شتاء زي ما انتم عارفين، وخايفه بقى لا تجيلهم نبض برد تاني زي ما يوم المطره اهو. طبعا هم منتشرين في كل مكان دلوقتي. حطيت لهم الاكل كلوا بقى كده وشربوا. طبعا انا هدخلهم بقى جوه الاوضه واقفل عليهم، وبصيت لقيت مصطفى ابني بقى كده عمال ينده يا ماما يا ماما يا ماما. طبعا هو كان في الدرس بقاله شويه كده رايح الدرس، ما كملش ساعتين كان من عادته كان بيعوق. فانا بصيت لقيته بينده يا ماما يا ماما، هو دلوقتي جاي بينده يا ماما. فانا بقول له يا موسى، بقول له انا عاوزك في حاجه مهمه قوي. فانا طالعه بقى كده وقاعده ومستنيه بقى الحاجه المهمه. فمش هتتخيلوا يا جماعه هو وراني ايه ولا جايب لي ايه، مش هتتخيلوا. يعني الحاجه دي انا بخاف منها جدا جدا جدا. وبصيت لقيت خلص يا لينا، انا عارفه انك انت مشتركه معاه في الجريمه، يا لينا، مش كده؟ انا اصلا اللي عملتها. يعني انت اللي عملتيه؟ لا هوريكم يا جماعه دلوقتي. بصيت لقيته طالع عليا بشنطه الدرس بتاعته، ومن عادته بياخد الكتب بتاعته في الشنطه وكل حاجه. بصيت لقيته طالع عليا بالشنطه بتاعته وبيدهاني وبيضحك. يا ابني فيه ايه ما انت رايح الدرس مش عارفه ايه. هوريكم بقى يا جماعه الشنطه فوق ما تتخيلوا، منظر غريب في حياتي ما شفته ولا حد فيكم هيتوقع هي الشنطه فيها ايه. انا هوريكم الشنطه دلوقتي، وعاوزاكم كده قبل ما تشوفوا الشنطه وقبل ما افتحها توقعوا وقولوا لي هي فيها ايه. اندهوا لي يا لينا وقولوا هات الشنطه يا جماعه. حد كده يتخيل معايا كده. انا مش هوريكم الشنطه، انا طبعا فتحات كده. حد يتخيل كده ويكتب لي في التعليقات تحت. انا هستنى تعليقاتكم كلكم قبل ما افتح الشنطه دي. انا هستنى بتاع نص دقيقه وتقولوا لي بقى الشنطه دي فيها ايه. يعني شوفوا زي ما هو قاعد شويه كتار كده يقول لي فيها ايه مش عارفه ايه، وانا اقول له فيها كذا فيها كذا فيها كذا، وانا مش عارفه اصلا فيها وما توقعتش اصلا اللي جواها. فانا عاوزاكم كده تخمنوا كده بينكم وبين نفسكم وتقولوا لي القطه دي بتاع الشنطه دي فيها ايه. طبعا دي شنطه مصطفى ابني، دي شنطه مصطفى اللي بيروح بها الدرس. طبعا هو فضى الكتب بتاعته منها، جزاه الله خير والله، وعمل اولا انساني جدا ما فيش حد يعمله. انا الحمد لله معوداهم ومربياهم على كده، على مساعده اي حد ضعيف. الحمد لله والشكر لله. تخيلتوا ولا لا بقى المفاجاه اللي جوه الشنطه دي فيها ايه؟ شايفين دي حاجه بتتحرك كمان وبتمشي. على العموم خلاص انا هوريكم الشنطه دي فيها ايه. هو مصطفى يفتكرني بترعب منها. انا كنت بترعب بس زمان وهم لسه مولودين، لكن دلوقتي ما بقتش اخاف منهم. سبحان الله. جزاك الله خير يا مصطفى. هو نزل دلوقتي، طبعا اصحابه مستنين يا جماعه. تخيلوا اهو، انا هوريها لكم هنا عشان ما يطلعوش، بحس ان احنا نشوف احنا هنعمل معاهم ايه. اولا انا اهو يا جماعه شايفين المنظر يا جماعه بالله عليكم. يعني ابنك يجيب لك هديه من بره وانا ابني داخل عليا بقطط. شايفين؟ سبحان الله يا عيني، سبحان الله القادر. انا طبعا والله صعبوا عليا قوي. انا ما اعرفش يعني هو مين اللي رميهم اصلا، ما اعرفش مين اللي رميهم ولا مين اللي متخلص منهم. شايفين اهو. انا ما بخافش منهم الا هم لسه مولودين، انما ما بيكبروا كده شويه بحبهم جدا. بس بخاف من الذنب يا جماعه ان انا اربي القطط في البيت. في البيت بحس ان انا يعني ممكن ما اديهاش الاهتمام الكامل، لان دي نفسه. طبعا هو جاي من الدرس بتاعه بتنادي. طبعا الله اعلم امها فين ولا مين اللي رميهم ولا الله اعلم بيهم. طبعا يا جماعه هو جاي من الدرس بتاعه ولقيهم حد حاططهم في كيس بلاستيك. فهو طبعا بسرعه هو واصحابه حشوهم من الكيس، وجه مفضي الشنطه بتاعته اهو. فضى الشنطه بتاعته وجه وحطهم في الشنطه عشان ما يموتوش، وجابهم من الساعه.
فانا مش عارفه والله العظيم، اصلا انا مش عارفه اعمل معاهم ايه ولا اعمل فيهم ايه اصلا. أهو. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا لا حول ولا قوه لهم. انا مش عارفه هتصرف معاهم ازاي ولا هعمل معاهم ازاي، لان انا بالذات ما بعرفش اتعامل مع القطط. ما بحبش التعامل مع القطط، عشان خاطر يعني ما اخدش الذنب منهم. وهم شكلهم جميل جدا جدا. طبعا يمكن انا فخوره والله بابني، فخوره بيه. لان هو العمل ده انساني، يعني اولا ما فيش كتير هيعمله، ما فيش حد كتير هيعمله. وثانيا اي ام طبعا هتلاقي ابنها جايب لها قطط في الشنطه هتعمل مصيبه. انت سبت دروسك، انت سبت مش عارفه ايه. لا انا ما زعلتش منه ان هو ساب الدرس بتاعه، يعني رجع من الدرس عشان يجيبوا القطط عشان ما يجرالهاش حاجه، ومشي تاني على الدرس. جزاه الله خير طبعا. يعني كان نفسي يصور ويتكلم معاكم ويحكي لكم هو القصه بحالها. طبعا انا مش عارفه انا هعمل فيهم ايه دلوقتي، ما اعرفش والله هعمل فيه. قولوا له انت بقى، قولوا له انت بقى في الكومنت، قولوا لي انتوا في الكومنتات اعمل ايه بقى مع القطط الامارات دول. شايفين شكلهم لذيذ ازاي؟ قولوا لي بقى هعمل معاهم ايه. استني يا سما. طبعا سما ولينا عمالين يتخانقوا على اللي هي البيج دي. واحده عايزه تاخد البيج وواحده عايزه تاخد الاثنين عاوزين ياخدوا الاموره اللي شكلها جميل قوي دي. بس طبعا انا هقفل عليهم العشه دلوقتي لحد ما اشوف انا هعمل ايه. انا هدخل بقى الطيور. لا يا سما، لا يا سما، شايفين يا جماعه سما دخلت له. خلاص سيبهم يا سما، سيبيهم يا حبيبتي، احنا هنشوف هنعمل فيهم ايه دلوقتي. سيبيهم في العشه اما نشوف. انا هدخل بقى الطيور يا جماعه عشان الجو ساقع دلوقتي، بحيث ان احنا ايه ما نخسرش اي حاجه. طبعا هي الفراخ بقى اللي دخلت كده، وانا بحط الفراخ كده تقريبا في فرخه ميته تقريبا كده على ما اظن. فعلا في فرخه ميته، الفراخ الساسو. اللي موتها ايه والله ما انا عارفه. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. الاوضه بعد ما نضفتها بهدلوها تاني كل الطرق. اخد بقى الفرخه دي ارميها بقى في الزباله. يا جماعه اي حد يبقى عنده اي حاجه ميته يحاول بكل طريقه ان هو يتخلص منها بكل طريقه، ويرميها في اي مكان بعيد، بحيث ان هي ما تعملش ما تنشرش الفيروس. مثلا لو كان فيها يد، طبعا ما فيهاش اي حاجه، لان هي تقريبا الذكر مموتها مش عارفه، لان حاجه ناتشه ريشها ودي حاجه ناتشه ريشها. فانا هاخدها طبعا نتخلص منها. انا اي حاجه بقى بتبقى ميته، شايفين السور ده، بحطها في شنطه بلاستيك او شنطتين، وديها لينا او اي حد من اولادي، يعني بيلف كده من المكان ده، لان هنا مش مفتوح، بيلف من المكان ويرميها بقى في البحر اللي من ورا ده. طبعا البحر ده ما بيشربش منه مواشي ولا اي حاجه، عشان كده بعيد يعني عن البيت. لحد مثلا لو حطتها مثلا في زباله ولا اي حاجه ممكن ريحتها تضر الطيور التانية. يعني لازم الواحد يتخلص من الحاجه الميته بسرعه. شايفين الجو عندنا بقى جميل جدا اهو. شايفين بقى الستات اللي بعيد ده، لا مش هتشوفوها. الجو جميل جدا عندنا. هي هتمطر ايوه النهارده، هترخ بس الجو شكله حلو قوي قوي. بحب جدا الجو في الشتاء. بس ان شاء الله هشوف هعمل ايه مع القطط دي، وبقول لكم في اي فيديو تاني، لان عارفه في ناس بتحب القطط جدا وبتتعاطف معاها.